اتلتيكو مدريد كيحسم القمه برباعيه نظيفه. راه ميمكنش هادشي اللي دارت اليوم اتلتيكو مدريد للبارسا، راه شوها في الشوط الاول وهادشي من بعد ما سال شوط واحد برباعيه نظيفه. اتلتيكو مدريد الفرقه اللي كتعتمد على الدفاع، ولكن المرتدات راه ميمكنش. رباعيه في مرمى برشلونه والبارسا ما قدرتش ترجع ولا تسجل في مرمى الاتليتيكو. قبل ما نبداو ما تنساش تخلي معاك لايك ومتابعه. اتلتيكو مدريد راه زربت على البارسا مع بدايه المباراه، سجل ايريك غارسيا بالخطا في مرماه وما تعطلتش اتلتيكو باش تضيف الهدف الثاني عن طريق انطوان غريزمان، والهدف الثالث اللي سجله اديمولا لوكمان، والرباعيه واختتام مهرجان الاهداف اللي سجلوا الرائع جوليان الفاريز من بعد تسديده صاروخيه. ما يمكنش هذا الهدف، حارس البارسا ما بقاش في هذه الكره والو، قدرش كاع يتصدى ليها. ماتش دارت فيه الاتليتيكو كلشي وماتش ما دارت فيه البارسا والو. يعني الاتليتيكو حسمت 90 دقيقه في 45 دقيقه الاولى. باقي الماتش ديال الاياب اللي غيتلعب في الكامب نو. هذا الماتش كان في ملعب ميتروبوليتانو، ولكن اش من اياب راه رباعيه نظيفه. الى البارسا بغات تاهل راه خاصها تسجل 5 الاهداف، وهذا الشيء راه صعيب بسبب ان الاتليتيكو راه ماشي قويه غير هجوميا، راه من اقوى الفرق دفاعيا. يعني الا كان مشات اللور واعتمدت على المرتدات فراه مستحيل تسجل عليها، بل وغادي تستقبل، خصوصا وان الاتليتيكو تعاقدت مع اديمولا لوكمان. هاد خونا اللي ميمكنش، هاد اللاعب مراوغ سريع مهاري كيسجل كيصنع، يعني لاعب في مواصفات لاعب عالمي، ولاعب صيدته في سوق الانتقالات الشتويه اللي جا من اتلانتا. وماتش من بعد ماتش كيثبت بانه صفقه رابحه. تخيل معايا الثنائيه ديالو هو الفاريز، راه ميمكنش، ثنائيه مرعبه، جوج لعابه راه ميمكنش توقفهم، وميمكنش بالدفاع المتقدم تقدر تصدى ليهم بسبب ان الاتليتيكو مدريد راه عنده جوده مزيانه في اللعب بالقدمين. خطه من فليك فراه خطه ميمكنش انك تلعب بها ضد فراقي كبار وضد فراقي عندهم الامكانيات الكبيره وفراقي كيعرفوا يلعبوا الكره في الارض، وكذلك كيعرفوا يستغلوا المساحات. يعني الاتليتيكو عنده وسط ميدان اللي مزيان، ووسط ميدان اللي كيعرف يخرج بالكره، غادي يخلوا لك الكره وتلعب 90 دقيقه استحواذ، ولكن راهم من التمريره جوج غادي يوصلوا للشبكه. وهادشي اللي باغا كره القدم حاليا، يمكنش توصل ل 50 تمريره وانت ما وصلتيش للشبكه. كما قلنا الماتش ديال الاياب غيكون في ملعب الكامب نو، ولكن واش البارسا غادي يقدر تسجل 5 اهداف؟ فراه شيء مستحيل، خاصه مع طرد ايريك غارسيا، اللاعب اللي دار كل